أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه بين ذكر وأنثى 20. اللي حضروا بالطف ايش كثر منهم؟ 7. واحد من اللي حضروا بالطف الحسن المثنى. الحسن المثنى قاتل بالمعركة وانجرح ووقع أسيرا بين أيدي القوم. لما وقع أسير وإجوا يردون يأخذون الأسرى، منه وقف؟ أشماء ابن خارجة. أشماء ابن خارجة خاله، يعتبر خال الحسن المثنى. قال والله لا يصل أحد إلى ابن خولة، هذا ما حد يقدر، هذا ابن أختنا ما حد يدنا ليه. فعمر بن سعد قال اتركوا لأشماء ابن أخته. جاب إلى الكوفة، ظل سنة يعالجه من جراحاته إلى أن برئ ورجع إلى المدينة. هذا الحسن المثنى. الثاني منه عمر ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. هذا طفل، هذا عمره 9 سنوات، خلفه أبوه حملا ببطن أمه، ولما هجمت الخيل على المخيم أمسكته أخذته أسير، ويبدو أن مريض من الروايات. يقولون المؤرخين دخلوه إلى مجلس يزيد ابن معاوية، لما نظر إليه يزيد قال له أنت من؟ قال له أنا ابن الإمام الحسن، أنا فلان، أنا عمر ابن الحسن. قال له ايش رأيك أن أصيح الابن خالد أخليه يتصارع وياك، تتصارع؟ هل تصرعه أم يصرعك؟ قال له أنا الصراع ما إلي قابليته، أنا الآن مريض، نعم لا طاقة لي على الصراع، ولكن اعطني مدية، اعطيني سكين واعطه مدية، فإن قتلني ألحقني بآبائي وبجد رسول الله، وإن قتلته ألحقته بأبيك وبجدك. عايل يزيد قال له شنشنة أعرفها من أخزن، لا تلد الحية إلا حية. معروف هذا كان مع الأسرى. أما اللي انقتلوا بالطف ذولا 5 انقتلوا مع الحسين سلام الله عليه. أحمد ابن الحسن انقتل قبل القاسم، هذا إلى من العمر 18 سنة. زين، انقتل مع القاسم أخوه شقيق لأمه ولأبيه عبد الله، انقتل مع القاسم، هذا الثاني أيضا من اللي انقتلوا. وبعد انقتل عبد الله الأصغر أيضا من أم أخرى. المهم 5 ذولا صرعوا بالمعركة. واحد منهم يقولون هذا آخر واحد طلع للحسين لما سقط الحسين على الأرض، طلع هذا الطفل عمره 9 سنوات أو 10 سنوات، خرج وعلى خديه قرطان يتذبذبان، وإجا التحق بالحسين. حاولت زينب أن تمنعه، قال له أخي ارجعيه، قال لا إلا أن ألحق بعمي، طعن بخاصرته أو رمي بشهم. أخذه الحسين ورفعه على يديه وقال صبرا بني إخوتي، صبرا بني عمومتي، لا لقيتم هوانا بعد هذا اليوم.